مازال حيرة في حلوة العيد؟ اجي نحضروا هذه ساهله ماهله هشيشه كتذوب في الفم. اللي ضاقه يسولك على مذاقها. في واحد القصريه ولا بول غنحتاجو 125 غرام زبده تكون بدرجه حراره المطبخ، نص كاس سكر بودره، رشه ملح لتصحيح الذوق، وجوج حبات ديال الجبن مثلث، وممكن تستعملوا المربع الا عندكم متوفر. كيس سكر فانيليا، ونحاول نخدم هذا الشيء كله مزيان. ضروري الجبن والزبده تخرجوهم قبل من الثلاجه. نخدم كل شيء هكا مزيان حتى نحصلوا على هكا على شكل بوماد. وغادي نضيف ربع كاس زيت المائده ونخلط كل شيء مزيان. بيضه تكون بدرجه حراره المطبخ. فيما نضيف شي مكون نحاول نمزجوه مزيان، نحركو مزيان. وغادي نضيف كاس دنشا او المايزينا، القياسات كلهم بالكاس الكلاسيكي د العنبه. غنخلط مزيان هذاك النشا حتى يدخل في الخليط مزيان. وغادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق يكون مغربل ويكون النوع الخاص بالحلويات. حاولوا تضيفوا الدقيق تدريجيا وانتم كتجمعوا. غادي نضيف نصف كيس خميره الحلويات اي ما يعادل 4 غرام. صافي غادي نحاول نجمع غير باطراف الاصابع ونجمعوا العجين حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي تكون رطبه وما تكونش كتلتصق في الايدي. وبالنسبه للدقيق حاولوا تضيفوه تدريجيا هكا تكون عندنا واحد العجينه اللي تكون رطبه. صافي مباشره غادي نبدا نشكل منها كريات يكونوا بنفس الحجم. حاولوا ما تشكلوش كريات اللي يكونوا كبار حيت مازال غنفندوهم في العسل وغادي نزينوهم، يعني مازال الحجم ديالهم غادي يكبر، مازال غادي يتنفخوا في الفران. هنا تقريبا الناس اللي باغيين يديروا الميزان انا استعملت درت 15 غرام في الحبه. نكمل الكميه كلها وندخلهم الفرن مسخن على درجه حراره 180 درجه غير تذهب اللون ديالهم ونخرجهم. هنا غادي نضغط عليهم شويه قبل ما ندخلهم الفران. وهذا هو الشكل ديالهم، كيبقاو هكا بيضين يعني ما كيتحمروش حيت فيهم النشا. غنخليهم حتى يبردوا تماما. وبالنسبه للتزيين انا استعملت الشعريه ديال الكنافه كانت عندي، درتها في الفران شويه حمرتها وصافي هي اللي غادي نستعمل. انا درت العسل شويه دفيته، غادي ندير فيه الكريات ديالي وغادي نحاول نسقطرو مزيان من داك العسل باش ما يجمعش لنا الكنافه كلها. صافي وغادي نديرو فيها. بالنسبه للناس اللي حابين يديروا لها مثلا الشوكولاته يغطسوها في الشوكولاته ويديروها في الكوك ممكن يديروا هذه العمليه ايضا. انا حبيت يكون التزيين شويه مختلف على الحلويات اللي كنقدم في الصفحه. صافي غنقادها هكا مزيان سقطرو مزيان هذاك العسل كيف قلت لكم يكون دافي ونقادوها بحال هكا. بالنسبه للناس اللي باغيين يديروها في كويرطات يديروها في كويرطات. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي لذيذه بزاف ما تشبعوش منها هشيشه بزاف. ديك القرماشه وديك الهشاشه اللي فيها لداخل والعسل كتجي لذيذه ما تشبعوش منها. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. وصلنا لاخر الفيديو. كانت من اقتراح اليوم كنا الاعجاب ديالكم. ولا عجبتكم الوصفه اخواتي ما تبخلوش على بالضغط على زر لايك وبارطاج مع احبابكم واصحابكم. للقاء في وصفات قادمه ان شاء الله. بسلام عليكم.